يعني انت يا عم اسلاك اللي جاي دلوقتي تفسر لنا الآية اللي طول عمرنا سامعينها وعايشين عليها وبقى منها عندنا عقيدة. انت جاي تتكلم من ناحية السلام، ازاي يبقى في اديان تخلي ناس كارهة ناس اذا كان الناس دي اساسا طول عمرها مكفرين سيئات اي شعب بيعيشوا معاه، والتاريخ يرجع له. احنا لا كارهينهم لله في لله، لكن وعد الله حق ونبهنا انهم اسوأ شعوب الله. انت جاي دلوقتي تطبطب تقول خلي بالكم الاولين كانوا غلطانين. السلام عليكم، مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. من يومين طلع لنا اعلام الرهيب الغريب استاذ عمرو اديب، وجاب معاه مين في الحلقه؟ الاستاذ اسلاك الخبيري. مش اسلام البحيري، لا هو اسلاك الخبيري. اقول لكم ليه؟ لان ولاد اللعيبه لما حبوا يزرعوه وسطينا نقوا له اسم عشان يبقى ايه في الصميم، الاسلام قال لا هو اسلاك، لانه هو بيسلك السم في العسل ويقول لك على نفسه ان هو مقارن اديان. يا سلام، منين يا عم الحاج بقت مقارن اديان؟ احنا ما نعرفش انت طلعت لنا من اني حته. الله يخرب بيت اللي زرعك وسطينا وجاي يهدم وبقاله سنين وشغال انه عمال يقصقص في اجزاء ويحط اجزاء ويثبت نظريات من هدفها انها تبوظ لك الاسلام ويقول لك اصله اسمه اسلام. اما انه خبيري فلانه هو واضح انه من نسل اهل خيبر، واضح انه هو من عند الناس اللي ضايقوا سيدنا النبي، وجاي يضايق دلوقتي نسل سيدنا النبي، جاي يبوظ في كل حاجه ويقول لك لا انا هدفي سليم. كلموا عن ان احنا مزروع وسطينا فكر قديم وغلط. انتوا ازاي تسمعوا كلام الشيوخ؟ نسمع كلامك انت يا جميل يا عسل. المهم يقول لك انتوا ليه بتسمعوا كلامهم؟ هم بيفهموكوا ان وعد الله جاي وفي الاخر هيبقى وان انتوا هتنتصروا عليهم. ده كل ده غلط يا جماعه. ازاي يا عم اسلاك يقول لك ما انتش فاهم؟ يقعد يهدر في الورقتين اللي قدامه ويعمل فيها فلوطه ملوش حل ويقول لك اصل انت برضه مش واخدين بالكم. كل ده غلط علينا لان ده بيخلينا نبقى قاعدين متواكلين، فبالتالي لما يشوفوا واحد زي اسلاك البخيري جاي يا حبيبي انتوا فاهمين غلط، انتوا مين قال لكم ان وحشين، حبه هنقول له اللهم امين، وحبه يقول لك انتوا ايه زعلانين ليه؟ ده اللي هيجاهد ده هيبقى اساسا بيعمل ضد الانسانيه. ما هو جاي لابس عبايه مش بتاعته، عبايه الملايكه، قال يعني هو اللي فاهم وجاي يطبطب علينا. ولان قاعد معاه واحد تاني من آل خيبر عمال يطبل له يزق له في وسط الكلام كلمات، يعني اللي قاله الشيخ الشعراوي ده كان غلط. انت هتودينا في داهيه، انا ما قلتش حاجه. فالتاني يسخن ويتكلم، ما هو عادي الكلام على الكيف، هو حد هيرجع يقول له انت بتقول ايه؟ عامة انا مش هقدر اناقشه في الدين، انا اقل من ان انا اناقشك في الدين. يعني انت بتبعت رسالتك لمين؟ للي قاعدين بيتفرجوا وحزنانين ونفسهم يحصل النبوءة وفعلا يتحقق على ايد الناس اللي مقاتلين، ولا انت جاي بتهد في العزيمة بتاعت اخواتنا اللي هناك؟ حاجة ليها العجب. واخونا التاني عشان حبة الدولارات جاي يزود الطينه بله ويزقوا معاه في سكه التطبيع. ما هو النهارده لما يقول لك انتوا اساسا طول عمركم فاهمين غلط، فحبه هيحط لك هو الصح من ناحيته وهنقول صح ده كلامه سليم. لا اله الا الله والحمد لله رب العالمين اللي لسه فيها بني ادمين تعبدوا الله. انتوا هتدخلونا في سكه الكفر، الله يخرب بيتكم. ده حاجه بقت عجب، مودين الدنيا على فين؟ ليه التوقيت ده؟ وليه الكلام اللي فيه السم في العسل بيتدس وسط الكلام؟ وفي النهايه يقول لك انا بتكلم في التقدم وفي الانسانيه. انسانيه دي تبقى خالتك لا مؤاخذه. انت مالكش لا في الانسانيه ولا في التقدم، انت ليك في السبيك، انت ليك في الناس اللي دافعينك وحاطينك وسطينا ونقولك اسم اسلام عشان قال ايه؟ انت مقارن اديان. ربنا يلطف بيا وبيكم وخلي بالكم من عيالكم واتكلموا معاهم. الحرب الإعلامية يا جماعة أقوى من حروب كتير. الحرب الإعلامية حقنة تحت الجلد، بتدخل لك في وسط البرامج والمسلسلات والافلام وتنزع لك القيم الحميده وتحط لك مكانها البديل، وانت يا عيني غلبان. ما هو اجيال طالعه مجوفه وخلاص قاعده على السوشيال ميديا وبتشوف برامج زي دي وبتشوف اللي زي ده لابس وعامل ومتشيك، ده بيتكلم في التمام. وسؤال لاستاذ اسلاك الخبيري، هو انت فعلا ملتك ايه؟ انت ملتك مع المسلمين ولا انت ملتك مع اخواتنا البعدة التانيين، ولا انت مالكش ملة من اصل؟ انت بتلعب على ايه؟ وتحط اللي انت عايزه وتفسر اللي انت عايزه، والناس المطبلاتية اللي بيجيبوك اللي نفسهم
آرائك توصل للجميع، عمالين يلعبونا بيك يمين وشمال، ويختفي شويتين ويطلع لنا تاني عم إسلاك الخبيري ويحسسك إن هو العلامة اللي ملوش حل. يا عم الحاج، طب مرة واحدة يطلع في برنامج يقول هو درس إيه؟ كل ما حد يكلمه يقول لك انا باحث، انا مستبحث، انا ببحر. انت لا بتبحر ولا بتمحر. ربنا يلطف بيا وبيكم وبولادنا والاجيال اللي طالعين. الحرب عليهم شديده، واللي زي اسلاك الخبيري هيملوا علينا الدنيا افكار سيئه، وهيبوظوا عقائد، وهيبوظوا كل حاجه، وفي النهايه واحده واحده نلاقي نفسينا لا احنا محصلين كفره ولا محصلين مسلمين. ربنا يرحمنا من اللي زي الناس الملاعين اللي كل شوية يطلعوا لنا بأفكار تبوظ القيم والأسس اللي اتربينا عليها. ويحفظني ويحفظكم ويحفظ كل العرب من شر الفتن والفتانين اللي زي صاحبنا اللي جاب صاحبه عشان يقعدوا يحقنوا ضد الدين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.